نعمل احلى تحلية سهلة وسريعة واقتصادية، وهنعملها بطريقتين: طريقة الكاسات والطريقة التانية الصينية اللي انتوا شايفينها دي دلوقتي. والطريقتين احلى من بعض. يلا بينا نشوف الوصف. دلوقتي معانا كيس جيلي، هناخد النص الاول والنص التاني، هنحط عليه شوية فراولة، اللي هو العصير الفراولة اللي هو المركز ده بتاع الفراولة. وهنحط نص كوباية مية سخنة بتغلي، وهنحط عليها معلقتين سكر كبار. احنا مش هنكتر سكر عشان لسه هنعمل الطبقة التانية بتاعت الجيلي. وهنقلبهم زي ما انتوا شايفين كده. وهنجيب الصينية، هنجيب صينية مدهونة مسحة زيت خالص، وهنحط فيها الخليط ده زي ما انتوا شايفين، وهنحطه معانا في التلاجة. هنعمل بقى ايه المهلبية الاقتصادية بتاعتنا. معانا كوباية لبن، عليها معلقة كبيرة من النشا، وهندوبها زي ما انتوا شايفين كده. وهنحط عليها معلقتين 3 معالق كبار من السكر، وهنقلبهم مع بعض على البارد. وبعد كده ايه هنطلع بالخليط على النار لحد ما ايه يتكتل كده معانا. انت بقى عايز تحط عليها فانيليا حط معلقه قشطه، بس انا اللبن ده بتاعي لبن جاموسه، لبن جمسي اللي هو التقيل، فانا في قشطه يعني، فانا ما احتجتش احط فيه قشطه. دلوقتي بعد ما برد، زي بعد ما تقل زي ما انتم شايفين، هحطه في طبق واغطيه علشان الوش بتاعه ما ينشفش مني. تعالوا بينا نشوف الوصفه التانية. دلوقتي لو وصلت لحد ما تنساش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه. ويا ريت لو الوصفه عجبتكم يا ريت تفرحوني بالكومنتات واللايكات، عشان دي بتفرحني جدا. ودلوقتي بقى انتوا زي ما انتوا شايفين دي جمدت زي ما انتوا شايفين كده، هنحط طبقه القشطه. ودلوقتي يا جماعه عايزه اقول لكم على حاجه. بصوا دلوقتي الاول في الفيديو الاولاني بتاع الكاسات، الطبقه بتاعتي انا لما جيت انا استعجلت عليها، انا حطيتها في التلاجة. المفروض تحطها من بالليل، انا استنيت عليها ساعه ولا ساعتين، كانت لسه طبقات قليله جدا. فانا لما جيت طلعتها لقيت طبعا الجيلي بتاعي في حته اتفرولت مني، وجيت احط في الكاسات، جيت احط في الطباق بتاعت عشان التقديم عشان اوريها لكم. رحت مش عارفه عملت مكالمه، وجيت لقيت العيال ما شاء الله عليهم عيال صغننين جدا، فرولوها جدا. فانا حزنت قلت لا هو انا هسكت؟ لا 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 لا. فهتشوفوا في الفيديو برضو معايا بعد ما فرولت حطيتها في الكاسات، وحطيت عليها جوز هند وصوص شوكولاته، صوص الفراوله، وشكلها تحفه جدا جدا جدا. عشان اي حاجه يا بنات انا صريحه معاكم، اي حاجه بتبوظ لازم نصلحها. واعرفكم برضو عشان المصداقيه، الحاجه اللي باظت مني لازم برضو اعرفكم انا صلحتها ازاي. ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا كلنا، ويا رب سنه سعيده علينا وعليكم، وكل سنه وانتم طيبين. ومتكتروا من الادعيه يا جماعه كتير جدا جدا جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دلوقتي جبنا نص تاني من الجيلي، وحطيت عليه نص كوبايه ميه سخنه. وانا بقى زودت هنا كوبايه ميه من الحنفيه وتقلتها علشان احط بقى في الطبقه الثالثه. دلوقتي بصوا بقى بعد الطبقه قعدت برضه افروق هنا بقى. بصوا انا سبت الصينيه ورحت ايه عملت التليفون وجيت لقيت بصوا شايفين العيال عاملين فيها ايه. قلت برضه اوريها لكم واصورها لكم عشان تكونوا برضه معايا في الصوره. بصوا عيالي عاملين فيها ايه. فقلت لا وانا مش هسكت، انا زي ما انتم شايفينها كده. انا عملت بعد ما عملتها كده في الكاسات حطيت عليها شويه جوز الهند، والله دي احلى جوز الهند. وحطيت عليها صوص الفراوله زي ما انتم شايفين كده. ما الحاجه ما بتبص معايا يعني، احنا الحاجه مش بتبص، بنصلحها بابسط المكونات وابسط الطريقه. ويا ريت يا رب يكون الفيديو عجبكم لحد هنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.